شدد على أن تونس اليوم تخوض حرب تحرير وطني على مختلف الجبهات وفي كل الجهات من أجل إعادة بناء المرافق العامة الأساسية. 61 مليون دينار هذه ميزانية التلفزة الوطنية في 2021، منهم 27 خلصناهم نحن الشعب التونسي في فاتورة الضوء، و31 مليون خلصناهم نحن الشعب التونسي كمنحة من عند رئاسة الحكومة على روس التوانسة جملة، وللتلفزة الوطنية وحدها ساك، والفاتورة ماشية وترزن توا ولات تلوح في 70 مليون دينار، وقت اللي عام 2010 مثلا كان حدها 47. توا اجا نحكيو اش قاعد ياخذ هالشعب التونسي في مقابل فلوسه. مش مشكلة كي تصرف 70 مليون دينار في العام ولا حتى 700 على التلفزة، المشكلة على شنو صرفتهم بالضبط. كل المصادر تتفق على نفس التقسيم، عندك قرابة 85% من المصاريف تمشي للأجور كلاسيك، قاعدوشي 15% هذوكم باش يتقسموا بين مصاريف التسيير والإنتاج. إيش قعدلوا معاكم الإنتاج؟ 7% تحبهم يعملوا لك بلانيت ايرث ولا كاش انفستيغاسيون ب5 مليارات. الحوقة مرة ويا ما بهدلت أبطال. مستحيل تعمل إنتاج تلفزي ذو جودة والعام كامل في 2025 بمبلغ كيما هذا. وقتها طبيعي تلقى أغلبية الإنتاج ماشي تولك شو، طاولة وكراسي ونفا، خاطر أرخص حاجة. وهذه مشكلة هيكلية ومزمنة، مش كان في التلفزة، في البلاد شيلة بيلة. هي التلفزة جات بين وزارة الصحة اللي تصرف في 70% من ميزانيتها على الأجور، ووزارة التربية أكثر من 90%. هي الدولة بيدها عندها سنين تصرف بين 70 و 80% من ميزانيتها بين أجور وتسيير، وما تخلي كان أقل من 10% للاستثمار. اليوم أنت تنفستي، اليوم تنفستي باش غدوة إن شاء الله نستثمر. ومش مشكلة راوك تصرف برشا على الأجور بالكم والكيف زاد، أما شنو المردود اللي حصلته كي صرفت هك؟ عندك تقريب 1000 خدام في التلفزة، تعرف قد شكون؟ الجزيرة إنجليش. أي في بالي ما يتقارنوش، أما راهو الخدامة أكبر برشا من الإنتاج اللي نشوفوا فيه. أش خلى مسؤولين سابقين يقترحوا بعض قنوات إضافية بنفس الخدامة الموجودين، أما قاعدوا يخموا زعما لانسيو قناة رياضية ولا ثقافية، بلكشي برلمانية ولا جهوية خير. وحسب آخر مستجدات توصلنا لها حصريا مازالوا يخموا. هاتوا الفلوس اللي عليكم واحنا نخلصوا، خاطر مرة أخرى المشكلة ماهيش في معلوم الإذاعة والتلفزة متاع فاتورة الضوء، هذاك ماكسيموم باش يجيك حكاية 52 دينار في العام، كانك تستهلك ياسر ضوء. المشكلة شنو يعطاوك مقابل هك 52 دينار ومقابل الباقي الكل؟ ما عناش برشا، كنا في رمضان، موسم التلفزة والإشهار والمسلسلات، والقناة الوطنية ما قصرتش معانا في المسلسلات. سربتنا 6 أعمال مختلفة بين مسلسل وسيت كوم، هربت بالقنوات الكل في الكونتيتي. أي باهي، ما احنا هذاك علاش عاملين قناة وطنية؟ شكون قال اللي فلوس دافعي الضرائب يلزمها تمشي لضمان تفوق الإعلام العمومي في مسلسلات رمضان؟ خاطر يظهر لي يلزم نراجعوا الوظائف الأساسية للإعلام العمومي وسبب وجوده الأصلي. منظمة اليونسكو تعرف الإعلام العمومي كأداة أساسية لتعزيز الديمقراطية والتعددية والإدماج الاجتماعي وبناء مجتمع مدني قوي، أداة يلزمها تكون مستقلة عن السلطة السياسية والتجارية. بالعربي الإعلام العمومي مولو الشعب ويهدف لخدمة الصالح العام، والإعلام الخاص مولوه الخواص ويهدف للربح. هذاك علاش برشا بلدان تمنع الإشهار في الإعلام العمومي متاعها ولا تنقص منه على الآخر، تقولك هو ممول من ميزانية الدولة ما يستحقش إشهار. هاوكا منها نحميو العمومي من تدخل المستشهرين في خدمته، ونحميو الخواص من المنافسة غير الشريفة متاع الدولة، ونقصوا على المواطن المتركاج متاع الإشهار. البي بي سي مثلا ما فيهش إشهار جملة، قنوات البلدان الاسكندنافية واليابان كيف كيف، وقنوات زد دي اف واي ار دي الألمانية ما يعديوش إشهار بعد 8 متاع الليل وفي أيام العطل. احنا تلفزتنا تاخو في الإشهار وتمول فيها الدولة ونزيدوا خلصوها نحن وإن شاء الله ترضى علينا. 50 عاما، هامات وقامات
أفناها الدهر في خدمتكم وإسعادكم وإعلامكم. من أجلكم وفي سبيلكم. ما نحكيوش على الامريكان، لا ذوكم ما يستعرفوش بالشيء هذا. شنية الدولة تملك قنوات شيوعية ذا يا مان؟ هذاك يسميوه إعلام حكومي. كان لقيت عندهم قناة تابعة للدولة راهي موجهة للخارج، قوة ناعمة على غزو ثقافي، ماك تعرف. المؤسسات اللي يسميوهم هما إعلام عمومي يبداو ممولين أساسا من تبرعات المواطنين والمنظمات، وتمويل الدولة ليهم ما يفوتش 20% من ميزانيتهم. حسيلو كي تجي تثبت تلقى العمومي متاعهم هو الجمعيات متاعنا، أما هما الجمعيات متاعهم دولتهم تعطيه فلوس. إيه واحنا في الخضم ماذايا عمومي ولا حكومي؟ البث التلفزي متاع القناة الوطنية بدا عام 1966، أما القانون اللي نظم خدمتها مخدوم من عام 57، خاطر كان قانون الإذاعة والتلفزة الوطنية مع بعضهم، والإذاعة بدات من عام 38. صناعة وطنية وبرامج تلفزيونية منتقاة ومنوعة تحظى بعناية الشعب ورئيسه الحبيب الذي يعنى وسط أسرته الكريمة بمشاهدتها كل مساء. من 1957 لازمك تستنى حتى 2007 باش يخرج لك قانون خاص للتلفزة الوطنية، ويعرفها كمؤسسة تساهم في النهوض بالإعلام والتثقيف والتعريف بالسياسة العامة للدولة من منطلق مقومات الهوية الوطنية وبرشا حاجات أخرى. تفهم فيا؟ التعريف بالسياسة العامة للدولة. صحيت، حملة تفسيرية لسياسة الدولة. مناش نحكيو على إعلام المواطن بحال بلاده والعالم اللي يعيش فيه، نحكيو على تعريفه بسياسة الدولة اللي تعتبر التلفزة أداة اتصالية عندها تنقل دعايتها للمواطنين. نتصور عندك فكرة على علاقة نظام بورقيبة وبعده بن علي بحرية الإعلام والتعبير بصفة عامة، مانيش باش نعاود لك بديهيات. المهم كنا بعاد ياسر على الديمقراطية، ما عناش هذيا تعددية، واش اسمها الأخرى؟ مستقلة عن السلطة السياسية. دونك من القناة الوطنية متاع المجاهد الأكبر، القناة 7 متاع صانع تحول 7 نوفمبر المبارك، ماكينة اتصالية تابعة للسلطة التنفيذية، حتى جات الثورة وتحررنا، ولا هكا في بالنا. ما تذكرنيش عايش خويا وما تبربجنيش. التلفزة خرجت من سيطرة بن علي، لقات روحها تحت هيمنة مجموعة من الذئاب البشرية كما كانوا يقولوا الجرايد في صفحة الحوادث، الكلهم يحبوا يتحكموا فيها ويفكوا لها أعز ما تملك، حريتها بالضغوطات، بالتعيينات، بالتهديدات. كان لزم تحاملت على نفسها وقاومت شوية من الأول، أما المقاومة تصعب وقت اللي الحكومة تنجم تبدلك المدير العام وقت اللي تحب وتبعث الهيكا تماما، رغم اللي القانون يفرض استشارتها قبل التعيين. حسيلو قعدنا في براد فير بين الأغلبيات الحاكمة اللي تحب تغور على التلفزة والمعارضة والمجتمع المدني اللي مكبشين في الاستقلالية. براد فير مش متوازن جملة، خاطر الروندات الكل توفى بنفس النتيجة، السلطة تجبد جوكير الإقالة والتعيين. وصلوا بدلوا البي دي جي 12 مرة في 9 سنين، لما حالة دعاية السلطة قاعدت موجودة، المستوى العام ما ولاش يطير، أما ولات فما تعددية بالرسمي في التلفزة. التيارات الفكرية والسياسية الكل تحضر وتتكلم، أغلبية فئات المجتمع ممثلة، والجمعيات وطنية ومحلية حاضرة. بدأت تولي تلفزة تشبه للبلاد الكل، مش كان لجماعة السلطة. حتى جاء 25 جويليا. شو اسمها هي الفازة هذيك؟ انقلاب حضرتك. انقلاب يا ابني، تصحيح مسار ما تبالغش. ومن حينك هك التلفزة هبطت تصحح في المسار من نهار 26 جويليا الصباح بكري. الأحزاب انقرضوا من البلاتوات، المجتمع المدني كيف أي حاجة ما تحبهاش السلطة الجديدة اختفت من التلفزة، ومع الأطراف الوطنية كان المساندون والذين انخرطون. وما نرجعنا وين كنا قبل الزيادات،
حتى توجيهات سيادة الرئيس رجعت، أما بمقاربة جديدة. ما عادش يتعدى تقرير يلخص الكلمة الرئاسية كما قبل، ولات تتعدى الكل وفي أي وقت، مش كان في المناسبات، حتى في وسط برنامج آخر. والأهم من هذا، ما عادش فما أصلا فكرة استقلالية الإعلام العمومي عن السلطة التنفيذية. الإعلام العمومي ولا يمشي للقصر، ياخد توجيهات ويروح يخدم على روحه بكل شفافية وأريحية. ما يتم بثه بهذه الطريقة من قبل مؤسسة وطنية لا يمكن أن يستمر، بل تنخرط مؤسسة التلفزة التونسية في مسار التاريخ. مقاربات جديدة. هوني خلينا نوضحوا، بالطبيعة من حق الشعب على الإعلام العمومي أنه يوريه السلطة العمومية اش قاعدة تعمل، أما فما فرق بين صحافة تغطي نشاط السلطة بأدوات صحفية وقناة تنقل دعاية السلطة كما هي من غير ما تسائلها ولا تاخذ منها مسافة، خاصة وقت اللي نستحقك يا وجهي وما يهزوش عليك التليفون. ونشير مشاهدينا الكرام إلى أننا حاولنا الاتصال بالسلطات الجهوية بسيدي بوزيد وبوزارة التربية لإفادنا بمزيد من الإيضاحات حول هذا الحادث، لكننا لم نتمكن من الحصول على أي رد في هذا الخصوص. فوالا، إعلام عمومي مش حكومي، تلمو يعزز في الديمقراطية والتعددية، ريحة المعارضة ما فيهوش، قالك تطير البركة اي وتهرب الملايكة من الدار، وتلمو يبني في مجتمع مدني قوي ما يخليهوش يدخل باش يمشي يترانى على روحه. مالا كيفاه باش يولي قوي؟ بدنا نواجهه في التلفزة وهوكا زادا مستقل عن السلطة السياسية والتجارية والسلطات الكل. ويني هكا اليونسكو؟ قل لها رانا ركحنا كراس الشروط الكل. اش قولك تراه؟ I want to thank me for believing in me. I want to thank me for doing all this hard work. التلفزة التونسية تابعة قانونيا هيكليا وماليا للسلطة التنفيذية. قانونها من عهد بن علي، ميزانيتها من عند الحكومة، مديرها تعينه الحكومة، ما عندهاش علاش باش تحط خدمة الشعب ولا المصلحة العامة أولوية. وفرصة إصلاحها ضاعت مع الفرص الأخرى الكل في الفترة الانتقالية، وقعدت عرصة أخرى في معبد البيروقراطية. حتى سبر الآراء يقول لك راهو الناس يتفرجوا فيها كان على أخبار الثمانية وشوف لي حل. باهي والحل؟ هذاك شانتي كبير ما يتفضش بتبديل المدير، هذه لازمها سيزون أخرى. شكرا على حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء. إلى اللقاء. كنت تحب أكثر تفاصيل عليك بكتاب أزمة السمعي والبصري العمومي في تونس لماهر عبد الرحمن عن الدار التونسية للكتاب، وبمقالات موقع الكتيبة حول التلفزة الوطنية، تلقاهم في الديسكريبسيون. هاي طفي التلفزة، تبع الرشمة، مازلنا ما كملناش. بالأمن والأمان